ايه هو الماشين ليرنينج؟ I learned Code Academy for online courses. هو الطريقة اللي الكمبيوتر بيتعلم بيها من البيانات ويقدر ياخد القرارات من غير ما نقول له يعمل ايه خطوة بخطوة. زي مثلا لما تيجي تطور تطبيق وعايزه يعرف اذا كانت الصورة دي لكلب او قطة، الكمبيوتر هيعرف ده لوحده بعد ما تديله امثلة كتيرة يتعلم منها. ازاي نبني الماشين ليرنينج موديل؟ اول خطوة الداتا كولكشن، تجميع البيانات. اول حاجة لازم نجيب صور كتير لكلاب وقطط علشان نعلم الموديل. ممكن نجيب الصور دي من مواقع زي كاجل اللي عنده مجموعات بيانات ضخمة جاهزة للاستخدام. هنجيب مجموعة صور فيها كلاب وقطط وليكن 1000 صورة من كل نوع. تاني خطوة الموديل سيلكشن، اختيار الموديل. بعد ما جمعنا البيانات بنبدأ نختار النموذج المناسب. في حالة الصور CNN الكونفوليوشنال نيورال نتورك هو نموذج ممتاز في التعامل مع الصور وفهم تفاصيلها. الخطوة الثالثة الموديل تريننج، تدريب النموذج. هنبدأ بقى ندرب الماشين ليرنينج موديل ونقسم البيانات بتاعتنا إلى قسمين، 80% للتدريب ودي البيانات اللي النموذج هيشوفها ويتعلم منها، و20% للاختبار، دي اللي هنشوف من خلالها النموذج فهم كويس ولا لأ. بنستخدم مكتبات زي الكيرس أو التنسور فلو علشان ندرب النموذج بتاعنا. هنكتب كود بسيط باستخدام البايثون يستخدم CNN ويبدأ يتدرب على الصور. الخطوة الرابعة تقييم النموذج، الموديل تيستينج. بعد ما النموذج يتدرب هنستخدم 20% من البيانات اللي محتفظين بيها عشان نختبره. هنشوف هل هو شاطر في التمييز بين الكلاب والقطط ولا محتاج تحسين. بنستخدم مقاييس زي الاكيورسي علشان نعرف هل النموذج دقيق ولا لا. بعد ما عرفنا الاكيورسي بتاعت الموديل بتاعنا دقيق بنسبة كام في المية، بكده يكون جاهز للاستخدام وربطه مع اي ويب سايت او موبايل. ازاي نربط الماشين ليرنينج موديل بالتطبيق سواء ويب او موبايل؟ دلوقتي لو عايزين نربط الماشين ليرنينج موديل بتاعنا بموقع ويب او موبايل ابلكيشن هنعمل API باستخدام الفلاسك. الفكرة ان النموذج هيشتغل على السيرفر، وكل ما نرفع صورة من الموقع هنبعتها للسيرفر، والسيرفر هيشتغل النموذج ويرجع لنا النتيجة سواء كلب او قطة. عشان تعرف اكتر عن ال AI اشترك معانا في iLearn Code Academy وطور مهاراتك. I learned Code Academy for online courses.